الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة فيها ونعت اللهم الحمد لله. الحمد لله موفق الطائعين وهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرف بعد الخلق وبعد الأزمنة على بعض كشهر رمضان المبارك. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، أفضل من صام وقام وتهجد، وأكرم الخلق على الله وأجودهم، وأجود ما يكون في رمضان. اللهم صل وسلم على المصطفى المختار من بني البشر وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، اتقوا الله وأطيعوه واستبشروا خيرا، فقد أظلكم شهر رمضان
الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ففيه تفتح أبواب الرحمة وتغلق أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين ومردة الجن. وفي هذا الشهر الكريم تضاعف الحسنات وتقال العثرات وتجاب الدعوات، وهو شهر الصبر والمواساة والصدقات. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الصدقة أفضل؟ فقال: صدقة في رمضان. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم شعبان فقال: يا أيها الناس، قد أضلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوع، من تطوع فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وهو شهر الصبر، والصبر توابه الجنة. أيها الإخوة المؤمنون، إنه شهر عظيم، شهر المواساة، وشهر يزاد فيه رزق المؤمن. من فطر فيه صائما، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر به أو ما يفطر به صائما. قال صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على ثمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن. إذن ليس القضية في الكثرة، أو لا بد أن تكون غنيا حتى تفطر صائما. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يعطي الله الثواب، يعني الثواب تمام الأجر، لمن فطر صائما على ثمرة أو شربة ماء أو مدقة لبن. وهو شهر كما تعلمون أوله، ولو هذا الحديث فيه خلاف، نحن نقول هو شهر كله رحمة وكله مغفرة وكله عتق من النار. فانظروا رحمكم الله، انظروا إلى هذه الخطبة النبوية البليغة التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم عظمة هذا الشهر الكريم وما خصه الله به عن غيره من الشهور بكثير من الخصائص والفضائل. بشر صلى الله عليه وآله وسلم به أصحابه وأخبرهم بفضله ومضاعفة الأعمال الصالحة فيه، وبين أنه شهر عظيم مبارك. قال صلى الله عليه وسلم: ما مر بالمسلمين شهر خير لهم منه، يعني من رمضان، ولا مر بالمنافقين شهر شر لهم منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها. الأمة التي ضاعف الله لها الحسنة بعشر، حتى الإنسان إذا لما يقرأ القرآن
سمعتم الحديث: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ضرب العملية حسابية، كل حرف ب10. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بالصدقة في هذا الشهر لما فيه الخير لهم صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن بالنسبة للمنافقين هذا شهر شر عليهم، ونعوذ بالله أن نتشبه بهم. فالإنسان في رمضان لا بد أن يكون هو دائما سبب في زيادة الخير على المؤمنين وعلى البلاد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له. إذن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. الله عز وجل إلا الصيام، إلا الصيام. أما المسائل العادية فالله سبحانه وتعالى يضاعفها، والحسنة بعشر أمثالها. ولكن الصوم قال لا، الصوم لي وأنا أجزي به. إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. إنه ترك شهوته وترك طعامه وشربه من أجلي. كلام الله عز وجل يقول: هذا العبد علاش ترك الطعام والشراب والشهوة وكل ما كان حلال عليه تركه؟ هل خوفا من الناس؟ لا، هو تركه من أجلي. فلهذا للصائم أيها المؤمنون فرحتان. الفرحة الأولى عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. حتى قال: ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. علو الهمة من ربنا للصائم، لأن تعلمون أن في الصوم يعني قلة الطعام، قلة ما يدخل إلى الجوف قد يعطي رائحة تسمئز منها النفوس. فماذا جعلها الله تعالى وسام درجة عالية. يقول: ولو هذا خلوف يعني لخلوف الفم، رائحة الفم عند الله أطيب من المسك. سبحان الله. فأنت أيها الصائم في دائرة الله تعالى، كن مع الله يكن معك. احفظ الله يحفظك ويدافع عنك. وسماه صلى الله عليه وآله وسلم شهر الصبر لما فيه من صبر على طاعة الله وصبر عما حرم الله. فالصائم حرمت عليه ولو الشهوات المباحة في غير وقت الصيام. كذلك صبر على ألم الجوع والعطش وضعف النفس. هذه كلها أمور يعني لا يسلم منها الإنسان. ومع ذلك تجد إنسان في بعض الأحيان ولو أنه مريض يقول: أنا سأصوم. يقول له: لا، الشرع أعطاك رخصة لا تصوم، لأن حرمتك عند الله أفضل من الصوم، بل أفضل حتى من الكعبة. لا بد أن تفطر. فإن كثير من العائلات يكونوا مرضين وكيصوموا، يتعبون أنفسهم. ما حملهم على ذلك؟ حبهم لله، وهذا ما يريد الله منا. إذا أنت كنت تحب الله تعالى فافعل ما شئت، افعل ما شئت، كما حدث لمن حضر غزوة بدر. لما سئلوا قال: هؤلاء حضروا بدر، الله سبحانه وتعالى قالوا: اذهبوا فافعلوا ما شئتم، افعلوا ما شئتم. ربي هذا بابه مفتوح، فيتوب عن التائبين
ويغفر الذنوب للمذنبين سبحانه وتعالى. فهذا صبر على ألم الجوع والعطاش والضعف. قال ابن عمر مرفوعا، ابن عمر يقول: الصيام لا يعلم ثوابه إلا الله عز وجل، ولا يخفى أن مضاعفة ثواب الأعمال الصالحة تكون بأسباب، منها شرف المكان كمكة المكرمة والمدينة المنورة، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وفي رواية أنه أفضل. وعن ابن عباس مرفوعا كذلك: من أدرك رمضان بمكة فصامه وقام منه ما تيسر كتب الله له 100,000 شهر، يعني 100,000 شهر رمضان، 100,000 شهر. فهذه المسألة يضاعف الله لمن يشاء. إنسان قلنا في الدروس إنسان قد يدخل في الإسلام اليوم ولا يموت، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويلحقه الموت، يدخل الجنة. سبحان الله، لأن التوبة تجب ما قبلها، ومن تاب تاب الله عليه. فنسأل الله تعالى، هي الخطبة طويلة ولكن لضيق الوقت إن شاء الله تعالى سنكمل مرة أخرى، لأننا رمضان الحمد لله نسأل الله تعالى أن يبارك لنا فيه وفي أوقاته من الليل والنهار. فلهذا أيها المسلمون اغتنموا فضائل هذا الشهر، يجب علينا أن نغتنم فضائل هذا الشهر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أعطانا هذا الشهر كله ثواب. المشي ديالك، المجي ديالك، الأكل ديالك، الشرب ديالك، حتى النوم. يعني الناس يتساءلون: أنا كنعس في النهار واش الصوم؟ لا، عندك الصوم. فالإنسان عندما ينام كذلك هو يتاب. فنقول نحن هذا الإنسان الذي ينام أحسن له من إذا كان مشكلة عنده في الفياق ديالو ينعس مادام الشرع. إنما المؤمن مجتهد، لابد أن يقرأ القرآن، لابد أن يذهب إلى السوق، لابد فيخالط الناس. وهذه هذه البطولة أن تكون صائما، وأن تخالط الناس، وأن تبيع وتشتري، وأن تعمل ولا تحس بالقوة. يعني هذا ما نريد أن نبلغه، أن هذا الصوم لا يفقدنا القوة، بل يعطينا كأننا شحن، يعني شحن. الإنسان هو يصوم ويحس بماذا؟ بالقوة، سبحان الله العظيم، ويحس بقوة الإيمان كذلك. فخصه بخصائص هذا رمضان، خصائص عديدة كمضاعفة ثواب الأعمال الصالحة فيه إلى 700 ضعف، فوق ذلك لمن حسنت نيته وأخلص في عمله. أعمال ديالنا لا بد يكون فيها الإخلاص لله عز وجل. كما قلت الإنسان صائم لا يعلمه إلا الله. فكان إذا بغى يفطر الإنسان يدخل إلى غرفته ويشدها ويفطر ولا أحد يراه. هذا سبحان الله العظيم الهدف أكثر من الصوم عند الله تعالى. والله سبحانه وتعالى يعني ورسول الله ندب لي الصدقة في رمضان، فكسب طيب حلال ولا يقبل الله إلا طيبة. وعن أنس رضي الله عنه حديث مهم: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع نية السوء. وورد أن ظل المؤمن يوم القيامة، يعني الظل ديال المؤمن يوم القيامة صدقته. ثم كذلك هناك حديث: داووا مرضاكم بالصدقة. هذا داووا مرضاكم بالصدقة الناس جربوها. من الناس من كان مريضا مرضا عضال، وصل الحد إلى المرض الذي ليس يعني الإنسان يقول لا أمل له من الشفاء، ولكن له أمل في ربه. إذا لم يكن هناك أمل في الشفاء فأملك في الله. رجل مرض مرضا شديدا وقالوا لا بد أن تبتر رجلك، قطعوا رجله. فبكى الرجل، صعيبة يقولوا لك رجلك هذه،
ويعني شغله أهم هذا إلى آخره. فذهب في يوم من الأيام عند الجزار، وهذه قصة واقعية وقعت. فكان جنب الجزار يحكي له، الآن باقي ما متقطعش، ولكن كذا جاءت يعني مسكينة، لا جاء رجل ضعيف وهو ليس له يعني ثمن كافي ليشتري اللحم، فكان يعرف الجزار، فعندما أراد أن يشتري اللحم يعني قلة، نقول ربع ولا نصف، فسأله الرجل هذا المريض، سأل الجزار فقال له اعطيه كذا وكذا، وسيأتي عندك في كل شهر مرتين تعطيه اللحم، أنا إن شاء الله سأؤديك أنا. نوى بهذه الصدقة الشفاء، لأن رسول الله يقول دوا مرضاكم بالصدقة. فكان كما قال، وذهب الرجل، وبقدرة الله العلي العظيم لا يمكن هنا أن يتكلم العلم ولا أن يتكلم الطب أمام ما أراده الله سبحانه وتعالى، كن فيكون. فالرجل في الأيام الأولى أحس برجله أنها بدأت تتغير، يوم بعد يوم رجله بدأت كتغير، بدأت كترجع، بدأ الدم يمشي فيها. سبحان الله، رجع إلى الطبيب قال له ماذا فعلت؟ قال والله ما فعلت شيئا من الدواء، إنما أنا فعلت شيئا عندنا أمرنا الله به ورسوله، فأنا التجأت إلى ربي بعمل عملته يقربني إليه في الدنيا أو في الآخرة، وطلبت من ربي أن يشفيني. قالوا والله رجلك الآن مشى يعني إلى الأحسن، فغنوقف القضية ديال قطع الرجل حتى نشوف التحاليل. فكانت النهاية أن شفي الرجل ولم تبتر رجله. هذا في حق الله أكثر، يعني لا يمكن أن نقول هذا محدود عندنا. كذلك الصوم الأطباء كلهم يعني كثير داووا المرضى بالصيام. فنسأل الله تعالى أن الإخوة الله يجزاكم تقدموا شوية، تقدموا جزاكم الله خير، لأن كاين الناس شوية باقي ما تقدموا. صراحة هذه فيه رحمة عندما تعطي فسحة لأخيك حتى يجلس ويصلي مثلك ويسمع الخطبة، فلك أجر الجمعة وأجر كذلك ما أنت رحب الصدر مع الإخوان. قربوا شوية، بدنا باقي 9 هنا إن شاء الله تعالى. فنسأل الله تعالى يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور المؤمنين بنور الإيمان وحببه إليهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. أحمده سبحانه وأشكره على ما أولانا من الفضل والإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فتح للمؤمنين في هذا الشهر المبارك أبواب الخير ويسر لهم أمور العبادات. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، خير من صام رمضان وقامه. اللهم صل وسلم وبارك على نبي الرحمة ورسول الهدى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، واعلموا أن شهر رمضان شهر عظيم، شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر العتق والغفران، شهر يجود الله فيه سبحانه على عباده بأنواع الكرامات ويجزي لأوليائه العطيات، شهر جعل الله صيامه أحد أركان الإسلام، فصامه المصطفى صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من صامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ومن فضل الصوم أيها المؤمنون على المؤمن
أن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الصوم وجاء للصائم ووسيلة لطهارته وعفافه، وما ذلك إلا أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. الصوم يضيق تلك المجاري. لاحظوا، الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم، هذا ما فهمناه وهذا ما قاله رسولنا العظيم. قال لما كان الشيطان يجري مجرى الدم في الإنسان، الصوم جعله الله تعالى يضيق على إبليس، على الشيطان، يضيق المجاري، فيصبح هذا العبد الصائم قويا. فلهذا تصفد الشياطين في رمضان كذلك. لماذا؟ إعانة لنا، لأن الشيطان عدو. قال الله تعالى: فاتخذوه عدوا. كثير من الناس يتخذون الشيطان حبيبا، ولكننا نحن معشر المسلمين الله سبحانه وتعالى حذرنا وبين لنا. فالآن ما بقتش القضية مستورة، الشيطان عدو، فيجب علينا أن نتخذه عدوا. والعدو دائما يقف بينك وبين الخير، العدو دائما لا يريد لك الخير، وهذا هو الشيطان. هذا أمره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن الصوم يضيق تلك المجاري، وكذلك الصوم يذكرنا بالله وبعظمة الله، يضعف سلطان الشيطان. لأن أنت لما تعلم بأن لك رب عظيم قادر رحيم، هو الذي يرزقك، هو الذي يعطيك، هو الذي يحرسك، فلا خوف لنا من الشيطان. ولو كنت وحدك فإنك أمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وحده، ولكن الله كان معه بمدده وبملائكته. وهذا ما حدث في بعض الغزوات، كان قلة غلبت الكثرة. إذا تكثر بسبب رمضان تكثر الطاعات كما تلاحظون من المؤمنين، وتقل المعاصي اللي كيكون عليها الإنسان دائما من دأبه. ثم من فوائد الصوم بعجالة أنه يطهر البدن من الأخلاط الرديئة. احنا إيمانا تكلمنا، نشوف يعني ماذا يعطينا الفوائد ديال الصوم. فما أعطانا الله عز وجل شيئا في هذا الدين إلا وتجد فيه فائدة. الصلاة فريضة فيها فائدة، الصوم فريضة له فوائد، الحج فريضة له فوائد، الزكاة كذلك فريضة، ولكن هي فيها فائدة عظمى، تطهر مالك وتبارك فيه وتزيده. فلهذا الأطباء عالجوا كثير من الأمراض بالصوم. هذا الشهر العظيم أيها المؤمنون ينبغي للمسلم الميسور عنده فلوس، لأن الفلوس غيبقوا هنا ولا أحد يأخذ معه شيئا. هذه حكمة الله تعالى. املك ما شئت، بعد ما تعيش ما شئت وصاحب ما شئت، فإنك ستفارق الجميع، لا يبقى هناك إلا العمل الصالح. قال الميسور لا بد له من التوسع في النفقة، لا على أهله ولا على الفقراء. يا أخي إذا كان الله معك هل تحتاج إلى إنسان؟ هل تحتاج إلى أحد؟ المشكلة إذا لم يكن الله معك. فلهذا ضمن الله تعالى ضمن الأكل والشرب ديال الفقير ولو في رمضان، ما ينضمن من عند الغني، لأن أنت أيها الغني لا تتكبر بمالك، لأن هذا المال الذي معك هو مال الله. هل سقته معك؟
تذكر يوم ولدت، كيف نزلت من بطن أمك عريان ولا ثوب. فلهذا أنت الآن أعطاك الله من النعم وأصبحت ثريا غنيا، والغنى لله، الغنى المطلق لله. فأنت بين عشية وضحاها ممكن أن تفقد كل ما عندك. لا إله إلا الله. فلهذا الله عز وجل يمتحننا. أصعب امتحان هو الفلوس. ما بقاتش في الصلاة، عندنا كلشي كيصلي. كان واحد الشيخ يقول الصلاة الكرم. فلهذا كنا حنا في المساجد يجيو الناس عندنا برانيين ويجيو اللي يدخلوا في الإسلام، خصنا يجبرونا كرماء، يجبروا على الدين على أنه ما فيش الجوع. الدين اللي فيه صح راجل يقسم تمرة مع أخاه. لهذا في الحديث اتقوا النار ولو بشق تمرة. لما نشوفوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هذا يعطينا هذا وكيموت كيعطينا أخو، ثم يعطينا أخو، هما كلهم في خطر، كلهم في خطر. فلهذا العناية بالفقراء أكثر في رمضان، هي خصها تكون دائما، ولكن والمتعففين وإعانتهم على الصيام، لأننا نحن لما تعطينا الفقير تعاونوا على الصوم، لأنه يحس أنه يأكل كذلك. والقيام تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلبا لمرضاة الله سبحانه وتعالى، شكرا له على أنعامه. وقد وعد الله سبحانه عباده المتقين بالأجر العظيم والخلف، يعني يخلف له الجزيل. فقال سبحانه وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن أزواجهم أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن المؤمنين خلفاء والمؤمنات إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا منه من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن ترزق كل منا لسانا صادقا ذاكرا، وقلبا خاشعا منيبا، وعملا صالحا زكيا، وعلما نافعا رافعا، وإيمانا راسخا ثابتا، ويقينا صادقا خالصا، وارزقنا حلالا طيبا واسعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ووحد اللهم صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق. اللهم اكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين. اللهم ربنا احفظ أوطاننا أينما حللنا وأقمنا. اللهم احفظ أوطاننا وأعز أئمتنا وولاة أمورنا، وأيدهم بالحق وأيد به الحق يا رب العالمين. نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تختم لنا رمضان ونحن في أوله بالغفران، تختمه لنا بالبركات، تختمه لنا بالرجوع إلى الله عز وجل. اللهم ربنا اسقنا من فيضك المدرار، واجعلنا من الذاكرين لك في الليل والنهار، والمستغفرين لك بالعشي والأسحار. اللهم أنزل علينا من بركة السماء، وأخرج لنا من خيرات الأرض، وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وكل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ويغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين آمين.